الدكتور يحيى البرمبلي، أستاذ مساعد واستشاري جراحة العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، زمالة جراحة عظام الأطفال وتشوهات العمود الفقري كندا، زمالة جراحة العمود الفقري المتقدمة إنجلترا. المعتقد التالت ده يعني بالتالي انه بيجيكي في دماغ الناس كتير، اللي هو ايه، خلي الواد يلعب رياضه في اعوجاج عمود فقري. تلاقي بقى ايه، حد من قرايب جه شاف الواد هنعمل له عمليه، لا عمليه ايه، ما احنا نخليه يلعب رياضه، او انا هجيب له عقله. يعني انا سمعتها مليون مره على طول، دي كلاسيكيه. هيتشعلق في العقله ويخلي اخوه الصغير يمسك في رجله من تحت، يتشعلق في رجله من تحت. وتلاقي فعلا عملوا له، مفيش بيت فيه حد عنده جوجل لما بيعملوا له العقله دي. صحيح. هل ده يعني هي العقله او السباحه كمان؟ لان السباحه رياضه برضو بتفرد الجسم فعلا في الطبيعي، يعني بتخلي الجسم اكثر انسيابيه، بس هل هتصلح اعوجاج العمود الفقري؟ هو الرياضه بصفه عامه مفيده جدا، بتقوي العضلات، بتفرد الجسم زي ما حضرتك قلت. هل بتصلح الاعوجاج؟ طبعا لا. ليه؟ لان احنا عندنا مشكله في العمود الفقري، هو يعني مش سوسته، هو هنشده هيتعدل. وده للاسف انا سمعته من ناس كتير قوي، فيهم برضو دكاتره بينصحوا الاطفال ان هم يلعبوا عقله بالذات. هو السباحه طبعا عشان بتقوي عضلات الظهر بالذات فهي مفهومه. هل يبقى امتى تبقى فيها فايده؟ لو احنا كده كده ماشيين الطفل في علاج تحفظي، اللي هو احنا كده كده مش هنعمل عمليه، كده كده العلاج صغير، احنا عايزين نقوي العضلات والمرونه، ده كله يبقى ليها فايده. لكن هل هتصلح الدرجه؟ لا. هل هتمنعه ان هو لو هو محتاج عمليه ان هو ما يحتاجش عمليه؟ لا للاسف. لكن المفهوم الخاطئ ده بيأخر الخدمه الطبيه عند ناس كتير. فكويس قوي ان حضرتك اثرت النقطه دي يعني.